تخيل بردية صغيرة يا إما هتخليك تعيش في الخلود يا إما هتوديك الجحيم. دي مش أي بردية، ده كتاب التنفس، الكتاب اللي كان بيرعب الكهنة ذات نفسهم. يلا بينا نعرف ايه الحكاية. كتاب التنفس دي بردية كان بيكتبها الكاهن، وهو بيكتب كل حرف فيها بيكتبه بحذر شديد جدا، عشان البردية دي ما كانتش اي بردية، دي كانت مفتاح للآخرة. من 2300 سنة الكهنة كانوا بيكتبوا تعاويذ على ورق الكتان او ورق البردي، وكانوا بيحطوا التعاويذ دي يا اما جوه لسان الموميا يا اما على صدر الموميا يا اما جنب الموميا. عارف ليه هم كانوا بيعملوا كده؟ عشان الروح تقدر تاكل وتتكلم وتعيش في العالم الاخر. عارف ان انت مش فاهم، خليك معايا وهتفهم كل حاجة. الكهنة كانوا بيكتبوا التعاويذ دي قبل الدفن، يا اما في المعابد يا اما جنب المقبرة. بس بقى لو كلمة اتكتبت غلط الروح كانت بتتوه في ضلمة ملهاش نهاية، تايهة جوه عالم كله ضلمة ووحوش. ايوه بالظبط، وحوش زي تعبان كبير بيطلع نار من بقه، زي تمساح كبير راسه عبارة عن أسد. والوحوش دي بتحاول تبلع الروح من العالم الآخر. وهنا بقى يجي دور المنقذ، كتاب التنفس والتعويذ اللي فيه، اللي كانت زي الدرع للروح، اللي كانت بتقدر تخلي الروح تعدي من الأبواب المحروسة من الوحوش دي، وبتخلي كمان الروح تقدر تتكلم مع الآلهة وتعيش في نور الخلود. عشان كده لو الكاهن كتب كلمة غلط الروح كانت بتتوه في الضلمة وتقابل الوحوش دي. كل كلمة في الكتاب كانت زي درع في معركة مع الموت. الكتاب كان زي خريطة بترشد الروح عشان تقدر تعدي من كل المخاطر دي. بس طلع إشاعات إن الكهنة كانوا بيستخدموا الكتاب ده كمان عشان يقدروا يتواصلوا مع الأرواح. والبرديات دي لحد النهاردة بنكتشف الكتير منها، والبرديات دي موجودة حرفيا في معظم متاحف العالم. كتاب التنفس ما كانش بردية عادية، ده كان حلم كل المصريين القدماء انهم يقدروا يتغلبوا على الموت ويقدروا يعيشوا في نور الخلود. بس كده، وما تنسوش اللايك والشير.